تعالوا نشوف المجموعه الثالثه، البرازيل، المغرب، اسكتلندا وهايتي، وواحده من المجموعات القويه جدا. عبد العظيم تعال ابدا معاك من المغرب. نشوف المنتخب المغربي، مشاركه محمد وهبي في المعسكر اللي فات، والراجل تولى المسؤوليه، والكل في المغرب بيطمح اكيد لتكرار نفس الانجاز، وان كان طبعا الموضوع صعب جدا، ولكن الطموح بقى عالي جدا في المنتخب المغربي. بتشوف ازاي بدايه وهبي وطموحات المنتخب المغربي في كاس العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أطلس رياكت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا آراء الإعلام المصري حول المنتخب المغربي، خصوصا بعد التصريحات اللي سبقات المواجهة المرتقبة بين المغرب والبرازيل. غادي نشوفوا كيفاش تكلموا على قوة المنتخب المغربي وعلى الثقة اللي ولا عندها أسود الأطلس بعد الإنجازات الأخيرة، وكذلك شنو قالوا على حظوظ المغرب قدام البرازيل. خليونا نشوفوا الفيديو ونرجعوا من بعد. بصراحه بدايه كانت مبشره. انا اتفرجت على الماتشات الوديه اللي لعبها المنتخب. يعني انا كان دايما عندي مشكله مع وليد الركراكي، ان انا شايف انه معاه قائمه كبيره، منتخب قوي هجوميا كاسماء، لكن المنتخب دايما بيكون رد فعل في الملعب. بيبقى دايما بحس انه عنده تحفظ هجومي شويه في موضوع ان هو يقدر انه يلعب ماتشات كبيره ضد منتخبات في افريقيا، كان بيبقى متحفظ قدامها. انا شايف ان المغرب وضعها في كاس العالم هيكون كويس. اي نعم، تكرار الانجاز بتاع 2022 هيكون صعب. الحاجه الثانيه اللي لجأ ليها محمد وهبي هو الاستفاده من المنتخب اللي كان معاه في منتخب اولاده دول بالظبط. وبرده العناصر الجديده حتى اللي دخلت، اللي هي من بره المنتخب الشباب، ففكره تجديد الدماء في المنتخب في قبل كاس العالم هتبقى كويسه جدا، لان برده كان وليد الركراكي كان مقتنع شويه بالحرس القديم اللي هم كانوا معاه في كاس العالم. في منهم اللي كان خارج التغطيه خالص او خارج مستواه في كاس الامم. ففكره ان يكون في عناصر جديده ضافت كتير جدا للمنتخب، وهتضيف كمان في الفتره اللي جايه. عاوزين نروح لمنتخب السيليساو والبرازيل وكاس عالم. يعني برازيل يعني متعه، وما ادراك ما المتعه دي بقى، وكمان كارلو انشيلوتي على راس القياده الفنيه لمنتخب البرازيل. ابراهيم، الكل يترقب شكل البرازيل في كاس العالم، وانا عايز اتفرج على انشيلوتي والتحكم في اللعيبه دي ازاي، وهو عاده اللعيبه الحريفه دي انشيلوتي بيسيب لها المجال تماما. شايف ازاي استعدادات البرازيل وفرص الفريق وحظوظه في المنافسه على اللقب؟ الناس كلها طامحه تشوف منتخب البرازيل بسبب انشيلوتي، بس يعني لما تيجي تبص في التجربه ككل والمنتخب ككل، هو هتلاقي عشان انشيلوتي، عشان الفكره اللي انت قلتها يا اسلام، فكره ان المدرب اللي بيدلع اللعيبه، اللي بيديهم حريتهم، تجربته مع ريال مدريد والبرازيليين بتوع ريال مدريد، وقبلها طبعا مع ميلان ومع تشيلسي. وكان دايما انشيلوتي في مسيرته عنده علاقه قويه باللعيبه البرازيليين، وان هو بيديهم فرصه كبيره. لكن الحقيقه منتخب البرازيل عنده نواقص كبيره جدا جدا في معظم الخطوط، واللي عامل ازاي، والمواهب والمهارات بقت عامله ازاي، ان هي قلت بدرجه كبيره. منتخب البرازيل زمان لما كنا بنقيس يعني ما كنتش بتبقى عارف تعد. دلوقتي انت منتخب البرازيل بلا باك يمين وبلا باك شمال مقنعين لحد دلوقتي. الراجل في المعسكر الاخير بيعتمد على ويسلي، لاعب روما، بيعتمد عليه باك يمين، وهو في روما بيلعب اصلا باك شمال، هو خده لعبه باك يمين. واللاعب الثاني سانتوس بيلعب في زينت الروسي، عنده في قلب الدفاع ممكن الحلول زادت شويه بعد رجوع بريمير مع يوفنتوس من الرباط الصليبي، وبيقدم مستوى كويس. ماركينيوس برده مع لويس انريكي بيقدم مستوى كويس. لكن في وسط الملعب على سبيل المثال اصابه برونو جيماريش اللي بقى لها كتير جدا مع نيوكاسل هتاثر جدا جدا على منتخب البرازيل، حتى لو رجع قبل البطوله. لكن هو غايب عن فتره طويله، الفورمه نفسها مش في افضل حال. في خط الهجوم بيخسر طبعا رودريجو. لاعب ريال مدريد، فالحلول بتقل. كل الطموحات كبيره جدا على فينيسيوس جونيور وعلى رافينيا برضو عنده تحدي كبير. هو في برشلونه بيلعب جناح شمال، ان هو يلعب بالظبط، ان هو بيدخل منطقه الجزاء كمهاجم تاني. طب انت هتحطه فين في منتخب البرازيل؟ هتلعبه كجناح يمين الناحيه الثانيه عشان فينيسيوس، فيبقى مطلوب منه يفتح الخط، وهو ما بقاش يعمل ده من وقت ما مشي من ليدز تقريبا. ولما عمله في فتره مع تشافي هرنانديز كان انتقادات كبيره جدا على مستواه. الوضع الحالي لمنتخب البرازيل والنواقص الكتير اللي عنده، انا بشوف ان منتخب البرازيل مش هيروح بعيد في البطوله. انت ذكرت المنتخب البرازيلي، فالمغرب اول مبارياتها هتبقى منتخب برازيل ومعها هايتي ومعها اسكتلندا، فده برضو بالنسبه لهم يعني. شوف امبارح لما كان امبارح ماتشهم مع بوروندي وكسبوا بخماسيه، فالفوز الكبير برضو هل ده رسالة مثلا هم بيبعتوها للجماهير طمأنة، ولا ده فوز معنوي ليهم، ولا ده برضو وقوف على أرض صلبة؟ أول ماتش لمحمد وهبي بعد تخيل يعني بعد وليد الركراكي
والنتائج الرائعه اللي عملوها في 2022 والوصول للدور نصف النهائي والحصول على المركز الرابع. خلينا بس نتكلم برضو ان حتى منتخب المغرب كان فيه شويه كلام كبير جدا على القائمه، وفي بعض الاسماء وعلى راسهم طبعا يوسف النصيري اللي كان احرز لهم الهدف في مباراه البرتغال مش موجود مش في موجود، القائمة هو وبوفال بالظبط مش موجودين. فبالتالي برضو كل المنتخبات هتلاقي عندها اسماء المدرب مجبر اللي هو ما ياخدهاش، بيبقى غصب عنه عايز القائمه يبقى 70 لعيب مش 26 بس. لكن هو في الوقت الحالي منتخب المغرب بعد كسر كل الحجوزات عنده يعني ما ده اللي انا بتكلم عليه، ده اللي انا بتكلم عليه، ده اللي انا بتكلم عليه. عنده برضه اسامي تعقد يعني ما شاء الله. بالظبط ده اللي انا بتكلم عليه في نقطه ايه اللي انت خلاص انت منتخب ما بقاش بقى يهمك الاسماء عشان عدد المحترفين. بس انا يعني بيستوقفني برضه المستويات اللي الفرق بتختارها. منتخب المغرب مثلا لاعب بروندي وهيبقى عنده مدغشقر والنرويج. طيب ما هو ده الفارق برضو ان محمد وهبي بيتحسس. البروفا الأخيرة بالنسبة لنا إحنا البرازيل. هل أنا بالنسبة لي كان الأفضل إن آخر بالنسبة لي وجهة قبل ما على طول أدخل بعدها على طول لكأس العالم تبقى أعمل على الفريق ماتش، ولا ماتش في احتمال كبير إن أنا أخسر فيه؟ طيب خلينا نتفق في حاجة اللي هي بتبقى أولويات على حسب البطولة. نفتكر ان احنا كابتن حسام حسن رفض ان احنا نلاعب البرازيل ماتش ودي اعتقد قبل كاس الامم. او بعد كاس الامم على طول خاف ان في فتره قبل كاس الامم وقال لك ده منتخب تونس واجهه مش عارفه مين ومنتخب المغرب واجهه مين. بالظبط فهي النقطه اللي انت دلوقتي خلاص انت رايح كاس العالم لازم تلعب ماتش مع فرقه قويه. مفيش وقت اللي احنا نبدلك فهيبقى مش خايف من حاجه. انا بتكلم على كابتن حسام حسن والجهاز الفني في لا قدر الله يعني هي دي النقطه، يعني ان انت رايح ماتش وزي ما بقول لك مصر والبرازيل هتبقى الضغط عليها اكتر من بس مصر. بغض النظر عن المدير الفني انا بالنسبه لي انا من وجهه نظري تلعب ماتشات قويه. ماتش قوي تلعب ماتش قوي ايا كانت بقى النتيجه مش مهم. عندهم مشاكل على فكره عندهم مشاكل ونيمار احتمال ما يلعبش. مش هيلعب ماتش بنما وماتش مصر واحتمال كمان اول ماتش عندهم في المونديال ما يلعبش. مش هيلعب ماتش المغرب اعتقد برضو ما يلحقش. خلينا نتفق ان وجود نيمار في قائمه المنتخب هو نفسي بحت اللي هو الكابتن او الليدر او قائد، لكن كمردود فني خلاص يعني نيمار يقال انه انشيلوتي جبر عليه والله اعلم. ممكن يعني في بعض الاوقات، لكن احيانا برضو القراءه الفنيه بتاعت كل مدرب بتفرق. يعني كيف سيحرك انشيلوتي البرازيل هذه النسخه في كله مستني. أصدقائي كما شفتوا هذا الفيديو أكثر حاجة شدت الانتباه هي أن عدد من الإعلاميين المصريين ما ركزوش غير على المباراة بين المغرب والبرازيل، ولكن ركزوا على الأسباب اللي خلات المغرب يوصل لهذا المستوى. شفنا كيفاش الإعلام المصري دافع على تصريحات مصطفى حجي من اللي قال بأن البرازيل خاصة هي اللي تحضر من المنتخب المغربي، وقال بأنها الثقة طبيعية لأن أي منتخب وصل للمربع الذهبي ديال كأس العالم من بعد حتى المركز الرابع عالميا من حقه يتكلم بثقة ومن حق الجماهير ديالو تفتخر بالإنجازات اللي تحققت. كذلك سمعنا رأي مهم بزاف وهو أن المنتخب البرازيلي ما بقاش عنده نفس الهيبة اللي كانت عنده في التسعينات وبداية الألفية، بينما المنتخب المغربي ولا قادر ينافس أكبر المدارس الكروية العالمية بدون خوف. الإعلام المصري شدد على نقطة مهمة وهي أن حاجز الخوف عند اللاعب المغربي تكسرات، وهذا الشيء بان في المباريات الكبرى ضد المنتخبات العالمية. من جهة أخرى شفنا كيفاش الإعلام التونسي يعتبر أن التجربة المغربية خاصة تكون نموذج للتعلم، خصوصا في مجال التكوين والأكاديميات والعمل مع الفئات الصغرى، وتكلموا على أن النجاحات اللي كتحققها المنتخبات المغربية أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة ما جاتش بالصدفة، ولكن نتيجة مشروع طويل المدى. أما بخصوص مواجهة المغرب والبرازيل فكاين إعلاميين يعتبروا أن المغرب عنده كل الإمكانيات باش ينافس ويتأهل، بل كاين اللي توقع بأن المغرب والبرازيل هما المرشحين الأبرز للتأهل من المجموعة. وهنا كيبان الاحترام الكبير اللي ولا كيسبوا المنتخب المغربي عند المتابعين والإعلام الرياضي خارج المغرب. في النهاية
سواء اتفقنا أو اختلفنا مع بعض الآراء، فالحاجة اللي واضحة هي أن المنتخب المغربي ولا اسم كبير في الساحة العالمية، والمنتخبات الأخرى ولات كدير ليه الحساب. والأهم من كل شيء هو أن هذا النجاح خاصو يستمر بالعمل والتطوير والمحافظة على نفس العقلية اللي خلات المغرب يوصل لهذه المكانة. دابا اش بان لكم؟ واش كتشوفوا ان المنتخب المغربي قادر يتفوق على البرازيل؟ وشنو التوقعات ديالكم للمشاركة المقبلة ديال أسود الأطلس؟ كتبوا لنا آراءكم في التعليقات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.